النادي الاهلي تاريخه حافل جدا بالمواقف اللي دايما فيها بيقدم المبدأ على اي حاجه، ملوش دعوه ده يهم مين. انا بلعب عشان انا المكون الرياضي بتاعي بيقول لي لازم أنا اكسب. انت مين ومين اللي هيستفيد ومين اللي هيخسر ولا تفرق معايا. بصوا النهارده بيراميدز والزمالك في خندق واحد ضد النادي الاهلي. من شويه من فتره كان الكابتن سيد عبد الحفيظ ضيف مع مسؤول الكره دلوقتي في نادي الزمالك احمد حسام ميدو، كان وقتها ميدو بيقدم برنامج في قناه النهار. سيد عبد الحفيظ ذكر له مثل نقف عنده باهتمام واحنا شايفين المشهد، هنا الاهلي وهنا الزمالك وبيراميدز. ساعتها كان الاهلي عمل ايه لصالح الزمالك وما فرقتش معاه بيراميدز يدار ولا الزمالك يستفيد، لانه دي الرياضه. وافكركم بكلام سيد. اقوى نهائي في افريقيا، هبين لك بس احنا بنحترم الزمالك ده ازاي. تمام. ويا ريت كل زملكاوي دلوقتي يسمعني، يا ريت كل زملكاوي يسمعني. تمام. اقوى نهائي على مر التاريخ الافريقي كان مين ومين يا كابتن ميدو؟ الزمالك والاهلي السنه اللي فاتت. مظبوط. اقوى نهائي. لما تيجي تسال اي حد في الطبيعي جدا تتمنى القرار ده، يعني المباراه دي تحصل مره ثانيه ولا الاهلي يلعب فرقه ثانيه غير الزمالك؟ الطبيعي هيقول لك لا يا عم خليني في النهائي مع فرقه ثانيه غير الزمالك. مظبوط. طيب من اسباب خروج نادي الزمالك السنه دي من افريقيا ايه؟ مش عايز اقول اهم سبب، لكن من اسبابها كانت ايه؟ مش مباراه الترجي والمولوديه؟ مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ كل زملكاوي هيقول لك كده. مظبوط. طيب دي من الاسباب الكبيره اللي خرجت الزمالك. حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي. حلو. طب هم دخلوا البطوله دي ازاي اصلا؟ الزمالك دخل البطوله دي ازاي؟ انا بقول لك دلوقتي هم خرجوا ازاي؟ طب دخل البطوله دي ازاي يا كابتن ميدو؟ عشان تبين لك بس معدن الاهلي وقيمه الاهلي ومبدا الاهلي. الزمالك دخل البطوله ازاي يا كابتن ميدو؟ قول لي. هقول لك انا. يوم 11 اكتوبر السنه اللي فاتت، 11 اكتوبر كنا بنلعب بيراميدز. مظبوط. وقبل 6 ايام بس من لقائنا مع الوداد سيمي فاينل. بس هنلاعب الوداد في السيمي فاينل هناك. ومالناش لا نقع ولا جمل في الدوري، خلاص خدنا البطوله والموضوع بالنسبه لنا منتهي. فريقين 20 نقطه عن الزمالك ومش عارف 22 نقطه ولا 25 نقطه عن بيراميدز والموضوع بالنسبه لنا منتهي. تمام. اي تفكير في الدنيا يقول لك ايه؟ تلعب بالسكند تيم، حافظ على لعيبتك. انت عارف احنا لو اتغلبنا من بيراميدز مين يخش دوري الابطال؟ بيراميدز. بيراميدز مش الزمالك. مظبوط. لكن احنا في الاوضه بنقول ايه؟ مع بعض ماليش علاقه، زمالك يخش بيراميدز يخش، انا عايز اكسب، انا عايز اكسب. لا وانت في الدقيقه برضه 30 انت برضه مش عايز تتغلب من الفكره ايه؟ هكمل لك بقى دي. يعني في الدقيقه 31 او 32 كابتن محمود البنا، مش عارف مين اللي كان على الفار، يا رب ما يكونش كان كابتن صباحي عشان حظه معايا وحش قوي. طرد له عمرو السوليه. تمام. ولعبنا ب 10. راجع الماتش ده بص حاله الحرب اللي كان بيعملها، مش عايز اضخم في الموضوع، لكن الروح القتاليه اللي بيلعب بيها الاهلي 10 لعيبه وهو عنده سيمي فاينل بعد 6 ايام. تمام. وهو واخد الدوري اصلا. بس مش عايز يخسر. اوكي. يعني حد مجنون يقول لك ايه يا عم مش مهم اطلع البيراميدز ولا حاجه، انا هخسر لعيبتي ليه؟ لكن انا بلعب على المبدا، لو تعارض المصلحه مع المبدا تمام لا هختار المبدا. الله عليك يا اهلي بجد، الله عليك يا اهلي بجد. بصوا الموقف التاريخي اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ وقتها بيحكيه. انت هتلعب مع الوداد وانت بتلعب في دوري الابطال ولقب، وانت هنا عندك انت واخد الدوري بفارق 20 نقطه على الزمالك، الدنيا خلصت وباقي 6 ايام على ماتش الوداد. انت الطبيعي جدا زي ما سيد بيقول ان انت تريح اللعيبه، ولو انت خسرت من بيراميدز، بيراميدز اللي يخش دوري الابطال والزمالك يتحرم. والمفروض المنافسه الضديه بين الاهلي والزمالك تقول بالكلام ده، يعني اللي هيحسبها تحت رجليه هيقول الكلام ده. انما اللي هيرفع الشعار اللي سيد اتربى عليه في النادي الاهلي انه اذا تعارض المبدا مع المصلحه هختار المبدا. مصلحه ان انا اريح اللعيبه، ومصلحه ان انا ابعد الزمالك كمنافس، ومصلحه ان الزمالك ما يخشش دوري الابطال وياخد نقط. لكن المبدا ان انا العب للمكسب. فتعارضت المصلحه مع المبدا، الاهلي حتى بعد ما اتطرد منه السوليه بيقاتل ب10 لعيبه ويكسب بيراميدز ويدخل الزمالك دوري الابطال، ولا فرق معاه ولا بص لها مين المستفيد. يا جماعه ده درس للتاريخ، في كل مناسبه ده بيحصل الاهلي بيدي المثل. دي لا هي مبالغه ولا تسويق لقيمه الاهلي.
ولا تسويق لتصرفات الاخرين، لكنه دي مبادئ الرياضه، دي مبادئ الرياضه اللي نشأ عليها النادي الاهلي، واللي اتمنى ان الكل يعيها بجد.